السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه رأيكم في البوريك الحلو ده بوريك الافران، بس هو احلى واطعم واجمل وانضف من بوريك الافران بكتير يعني. جربوه ان شاء الله يعجبكم، حاجة جميلة جدا كده يعني، عارفة لقمة بتدوب في البق كده، جميل جدا. بص طالع هش وجميل يعني. طالع جميل جدا ان شاء الله يعجبكم. نشوف بقى الطريقة. انا عندي معلقتين من الخميرة، هحط عليهم معلقتين من السكر، اخلطهم مع بعض. وعندي مية دافية، انزل على الخميرة تقريبا بنص كوباية من المية الدافية، واقلب بقى كويس جدا. اقلب الخميرة مع السكر كده في المية عشان تتفاعل. ده اختبار للخميرة قبل ما اشتغل. اقلبها كويس قوي كده. اقلبها كويس، اغطيها بقى واسيبها تتفاعل. عندي كوباية من اللبن، هحط عليها معلقة من الخل واخلطهم مع بعض. ده بديل للزبادي. وعندي كيلو من الدقيق، هنزل بنص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. وديت يعني على طرف المعلقة كده بودرة الزعفران عشان تدي لون حلو. بودرة الزعفران ممكن نستبدلها بكركم. وعندي 3 معالق من الصلصة، دي صلصة اللي انا بعملها في البيت، برضو بتدي لون حلو للبوريك وطعم. وهنا الخميرة اتفعلت حطيتها. وعندي كوباية اللبن اللي عليها معلقة الخل، طبعا ممكن نستبدلها بزبادي. واخلط بقى المكونات ديت كلها كده مع بعض، اخلطهم مع بعض كده. ومجهزة طبعا مية دافية اهي عشان اكمل بيها العجن. انا مش هقدر اقول مقدار المية لان كل دقيق بياخد كمية مختلفة من المية، لكن تقريبا اخدت كده من كوباية لكوباية ونص من المية، بزود شوية بشوية. وقلعت الجوانتي بقى لان انا مبعرفش اعجن بالجوانتي، واعجن بايدي اهو. بصوا بزود شوية بشوية من المية لحد ما الاقي كل الدقيق اختفى والعجينة لمت معايا. عايزاها عجينة تكون طرية ملزقة بسيط في الايد اهو. بصوا شوية بشوية من المية واعجن لحد ما الاقي كل الدقيق معايا اختفى والعجينة بقت طرية وحلوة ولينة معايا اهي كده. خلاص هي مش محتاجة مني مية. هحط عليها بقى تقريبا كده 3 معالق من الزبدة، كنت مطلعهم برا التلاجة. بصوا طرية، كنت مطلعها برا التلاجة. وادخل بقى في العجينة، اعجن في العجينة بقى 10 دقايق ربع ساعة. طبعا اللي عنده عجان يعجن في العجان. بصوا العجينة هي لينة ويعني ما شاء الله عليها عجينة جميلة جدا. افضل اعجن فيها كده لحد ما احس ان هي عاملة بتمط كده وعجينة لينة. بصوا اشيلها وافضل اضرب فيها كده يعني هلت واعجن فيها كده لحد بصوا تبقى ملساء معايا كده. بعجن فيها من 10 دقايق لربع ساعة لحد بصوا هي كده خلاص. اغطيها بقى واسيبها تخمر. انا سبتها ريحت يعني ربع ساعة كده ولقيتها خمرت ما شاء الله عليها. بصوا انزل بيها بقى كده عندي في الصينية. هقسمها طبعا، هقسمها لأجزاء كده عشان اعرف اشتغل فيها. هقسمها لأجزاء كده واحطهم، طبعا اغطيهم عشان ما ينشفوش برضو مني. واخد كورة كورة كده افردها. افردها ما تبقاش رفيعة قوي ما تبقاش تخينة برضو في نفس الوقت.
بفرد بالنشابة شوية وبإيدي شوية، هي النشابة اتخلعت مني فهكمل بإيدي كده زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا بالصم كده، وهقطع بقى لو عندي قطاعة، لو عندي كوباية، ده فنجان هقطع بالحجم دوت عشان كله يبقى حجم واحد. وعندي جبنة اهي، ممكن تحشي بأي حشوة انت عايزاها، بسطرمة، جبنة رومي، جبنة موتزاريلا، زيتون، يعني اللي انت حباه. واقفل بقى كده زي ما انتوا شايفين كده، اقفل كويس عشان الحشوة ما تخرجش اهو. بحط حتة الجبنة اللي انا عايزاها واقفل كويس اهو. وطبعا في الصينية مدهونة، واحط القفلة تبقى لتحت. احط حتة الجبنة على حسب ما انت عايزة تكتري كتري، عايزة تقللي تقللي، واحط القفلة لتحت اهو. بزود بحط حتة الجبنة واقفل كده كويس قوي عليها. العجينة كانت بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. خلصت كده، دي بيضة عليها معلقتين من اللبن وعليها نص معلقة من الفانيليا البودر، ضربتهم مع بعض وادهن بيهم بقى الوش. وطبعا عندي الفرن شغال اسخنه قبلها ب10 دقايق اهو، على مدهن بقى الوش كده. وعندي حبة البركة، حبة البركة وسمسم، يعني حسب ما انت عايزة. مش عايزة حبة البركة ممكن تحطي سمسم، مش عايزة سمسم ما تحطيش، ممكن ما تحطيش اي حاجة خالص، تدهني الوش وبس. وادي السمسم كمان اهو، انا حطيت الاتنين. ومسخنة الفرن بقى، دخلها على الفرن على طول، الشبكة اللي في النص كأننا بنخبز كيك، وعلى الدرجة عالية، درجة عشان الحاجات المخبوزات الصغيرة دي بتبقى على درجة عالية من الفرن. بصوا ما شاء الله جميلة جدا، ما خدتش 10 دقايق في الفرن. لايك بقى وسبسكرايب واشتراك في القناة، وصلكوا كل جديد ان شاء الله.